ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه يا ولاد؟ عملتوا بالنصيحه ولا لا؟ عملتوا ماسكات ولا لا؟ عملتوا ايه في دنيتكم؟ قولوا لي يلا عشان نعمل النهارده بقى ايه. صينيه رز معمر. والله العظيم نفسي فيه قوي، ومن اخر مره عملت معاكم الفطير والرز المعمر ما عملتوش. كانت ماما تعبانه بقى وكنت مقريفه بصراحه. المهم بقى النهارده يا ولاد ان شاء الله هنعمل حاجتين، ركزوا معايا وصحصحوا كده. ان شاء الله هنعمل صينيه رز معمر، دي اول حاجه. تاني حاجه، في اختي يا جماعه كانت بعتالي عندها مشكله، بس هي ايه يعني، قالت لي ما تقوليش اسمي يعني، بس هي متابعه معانا وهي تقريبا كده ان شاء الله هتشوف الفيديو وتتفرج عليه. انا هعرض المشكله بتاعتها يا جماعه وهتكلم فيها، لان انا قلت لها انا هقول لك رايي، وبالفعل انا قلت رايي وقلت لها ان شاء الله برضو هقول للجماعه برضو ايه، حبايبنا كلهم فانزاتنا، وكله يقول رايه في التعليقات، يقول لها رايه بمنتهى الصراحه. يمكن يكون رايكم احسن من رايي، وانا هقول لكم رايي برضو انا قلت ايه. ماشي تمام، لان هي ايه، معصبه الموضوع جامد قوي وعايزه تنفصل عن جوزها، فطبعا هي ما عندهاش حق خالص، انا مش معاها. بس انا برضو مش هقول لكم رايي قوي لما انتوا تقولوا رايكم، اما احكي لكم الحكايه. بس قبل ما نحكي الحكايه بتاعتنا هنعمل الاول صينيه رز معمر، تمام؟ مش تاخد في ايدينا حاجه خالص. عندنا يا ولاد ايه، شويه ايه، زبيب، تمام؟ زبيب يا داليا، ولسه استنى، انا هعمل ايه تاني؟ فين الزبيب؟ فين البتاع؟ فين جوز الهند؟ وعندنا يا ولاد شويه جوز الهند. هنعمل ايه؟ رز معمر، رز معمر بالزبيب. ايوه حبيبتي، احنا في سنه 2025. احنا في سنه كام دلوقتي يا ولاد؟ 2025 اهو، سنه مغيبه. ممكن نكون دخلنا على 26 وانا مش واخده بالي، لا بس 26 لسه بيبقى فاضل عليها شويه ان شاء الله. ماشي، معلقتين جوز الهند. جوز الهند مفيده جدا، مفيده جدا. اولادك ما بيحبوهاش زي ولادي مثلا، بس انا اللي هاكل منها، وهحط لهم عليها جوز الهند عشان ما حدش ياكلها الا انا. شفتوا التفاصيل؟ بصوا يا ولاد، وهنعمل ايه بقى اخر حبه عندنا. بصوا اهو، بس انا بحب الزبيب جدا بقى، الا الزبيب لما تحطيه في اي حاجه ويدخل الفرن بجد بيبقى حلو قوي. ماشي، وايه، كفايه كده عشان نعمل بيهم صينيه تاني. خليكم مدبرين كده، وان شاء الله اعمل لكم شويه وصفات، حاجات كده بقى ايه يعني، بصي اقتصاديه واكلات حلوه وبروتين، وهتاكليهم وكل حاجه باذن الله، وحاجات بسيطه مش هتكلفي كتير. يعني ممكن مثلا يعني نصرف لنا 100 جنيه، ممكن 150 جنيه، فاهميني؟ ونعمل اكله حلوه واولادنا تتغدى وتاكل وتشبع. اصبروا بس عليا، تمام؟ هنا بقى معانا، بصوا اول حاجه كده يا اولاد، معايا كوبايه كبيره. بصوا الكوبايه دي اهي، المج ده، تمام كده؟ كوبايه من الرز اهو، وغسلتها. دي اول حاجه اهي. عايزين نعمل زي الشيفات بقى المحترمين الجمال دول كده، نبقى مهندمين كده يا ولاد. ايوه لازم. بصوا اهو، تمام كده. انا قلت تمام، انتوا تقولوا تمام، ما تنسوش تقولوا تمام. كانت عدوى ما يعلم بيها الا ربنا. بصوا هنحط بقى هنا ايه، بصوا معلقتين زبيب على معلقتين جوز الهند. انا عايزاكم تجربوا الاول وتحكموا، تمام؟ هنا بقى ايه، هحط حته زبده صغيره عشان انا يا جماعه ما بحبش السمنه عشان الدايت، انتوا عارفين الدايت بقى بيعمل ايه. بصوا مش هنكتر، الرز المعمر مش بكتر السمنه على فكره خالص. اللي تقول لي كده حطي كتير عشان ده رز معمر، لا مش صح خالص. ماشي اهي، يعني هي بصوا معلقه من الزبده، وانا حاساها كتير عليا كمان، تمام اهو. ماشي يا حبايب قلبي لحد كده تمام. قول تمام. بصوا انا بقى هحط هنا يا ولاد ايه، دي كده بصوا كوبايه الا ربع من السكر. مش هنحطها كلها، السكر ده بقى اختياري، عايزه تحطي معلقتين سكر حطي، عايزه تحطي 10 معالق حطي، السكر ده بتاعك انت. بصي نحط شويه سكر كده حلوين اهو، حبه كمان عشان الحبايب اهو، تمام كده. بصوا بقى معانا هنا النهارده بقى التاتش اللي انا هحطه النهارده هيعجبكم قوي على فكره. جربوه بس يمشي ورا داليا وانتوا ان شاء الله هتكسبوا. هتروحوا مارينا. بص النهارده بقى ان شاء الله هنحط معلقه عسل ابيض. عسل ابيض يا داليا، امال ناكل وخلاص؟ لازم ندخل جسمنا وندخل جسم ولادنا غذاء، وفي نفس الوقت شوفي النتيجه بقى بتاعه الرز وجماله، بجد هيعجبك قوي. انا عارفه انتوا بتصدقوني. بصوا يا ولاد
معلقه مليانه، معلقه. انا طبعا ايه حطيت كتير حبه عشان السمنه ماسكه في المعلقه. بصوا اهي معلقه من العسل. بصوا ولاد العسل ده عسل ما شاء الله جبلي اصلي الغامق ده. تمام تمام، قولوا تمام. اروح بقى اجيب ايه، كوبايه لبن. خدوا بالكم كده، امسك بايدي اليمين. بسم الله. هنحط كوبايه لبن اهي. طبعا هنحتاج تاني على السمنه وعلى كله اهو. بصوا طريقه سهله جدا وهتعملي احلى وانجح رز معمر، بس ركزي معايا. بسم الله كده، كوبايه ونص. تمام. طب انا يا داليا بحب الرز المعمر يبقى ايه، بس بدوس على الدواسه، خلوا بالكم طبعا نازله عشان تعرفوا ان قد ايه بتعب وبعمل رياضه. بصوا بقى معلقه اهي، بلاش منها، نجيب معلقه تانيه. بصوا بقى اقول لكم حاجه، ثانيه واحده. بصوا حبايبي، هنعمل ايه بقى، هنقلبها كده كويس قوي. طبعا ايه، انا حطيت كوبايه ونص من اللبن، كوبايه بس مش كوبايه عاديه. بصوا المج اهو، يعني يعتبر الكوبايه العاديه هيبقى كوبايتين. تمام كده. بصوا حبايبي اهو. طب انا بحب الرز المعمر طري، بحبه فيه نسبه من اللبن كده، بحبه كده ايه يبقى بيطري معايا. انا بحبه مفلفل، يبقى انا هحط كوبايه ونص اللي هو بمعدل كوبايتين قصاد الكوبايه دي. طيب انت عايزاه اكتر من كده، عايزاه طري شويه، تمام يا حبيبتي، هتحطي كوبايتين ونص ل3 كوبايات. تمام. انا والدتي بتحبه طري، لما باجي اعمله لماما بكتر لها اللبن، لكن انا لو جه طري ماكلوش، انا بحبه مفلفل قوي، يبقى مفلفل كده معايا وبقطعه، هتشوفوه ما تستعجلوش. الجو حر قوي يا ولاد، عندكم حر زي كده؟ الفيديو ده النهارده اول يوم كده بنقول بسم الله، هنزله على ايه، على اليوتيوب باذنك يا رب. كنت بنزل فيديوهات بس كنت بنزل بس الطريقه بس وخلاص، لكن انا عامله فيديو بقى ايه، قلت اعمل معاكم واتسلى معاكم. هتحطي فانيليا، بس انا ما عنديش فانيليا دلوقتي اللي هي ايه بودر، ما بحبش احط له فانيليا سايله. لو عندك فانيليا بودر حطي فانيليا تبقى جميله، بس ان هو عايز شويه لبن صغننين خالص خالص خالص. بصوا عشان ما تتوهوش مني اهو. بسم الله. بس كده تمام التمام كده زي الفل كده، حلوه قوي. ايه دي صينيه الرز المعمر، بس اعمليها بالطريقه دي هتاكلي بسبوسه مش رز معمر بقى، بجد حرفيا بسبوسه. شوفي الخرطه بقى تقطعيها وتبقى شكلها عامل ازاي. بصوا مش بنعمل الرز اللي هو عامل كده العالي قوي ده، لا. اللي عايزه بقى رز اللي هو العالي ده بتعمليه في صينيه الحيطه بتاعتها عاليه اللي هو الحرف بتاعها. انا عامله في الصواني بتاعت البسبوسه لان احنا ما بنحبهوش عالي. انت حباه تعمليه عالي، هتحطي بقى ايه، نص كيلو في صينيه كده قد دي كده، بس اللي هي المرتفعه. حطي بقى النص كيلو وحطي عليه كيلو لبن على طول. تمام. ندخلها بقى ايه الفرن واجيلكم ثانيه واحده. عملتوا اكل ايه النهارده يا ولاد؟ قولوا لي، ردوا عليا في التعليقات، انا مش بكلم نفسي. ردوا عليا في التعليقات كده وقولوا لنا يا داليا احنا عملنا النهارده كذا عشان اغش منكم. بسم الله. اهم حاجه بقى في الموضوع كله السوا يا حبايبي. ها اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه في السوا. بصوا انا مش مولعه الفرن كلها تسخن، سخنت قوي. انا دخلت الصينيه، لما بدخل الصينيه بقى بعمل ايه، خدوا بالكم، هشغل الشوايه بس اهو. فصلت تحت، طفيت تحت وشغلت فوق بس، كنت مشغله تحت وفوق لحد ما تسخن بس. عندي بقى الفرن بس مميل شويه بيخلي الصينيه ايه، جنب عالي وجنب واطي. هنشوف حل، هخلي الراجل يجي يغير لي الوحده بتاعه الفرن نفسها، عشان ايه فيها مشكله، اتنت او فيها مشكله. بس مش هنيجي بقى جنبه غير لما وشه يتحمر تماما ويدينا الوش اللي احنا عايزينه واللي احنا بنحبه. بعد ما يدينا الوش اللي احنا بنحب ناكله بالشكل ده. في ناس بتحبه محمر قوي، ناس بتحبه مش قوي. لا بصي بقى انا هعمل ايه، هحطه كده لحد لما يديني الوش اللي انا عايزاه. مجرد ما يديني الوش اللي انا عايزاه، والفرن كلها سخنه، فعشان الفرن كلها سخنه وهو بياخد الوش مع الشوايه برضو بيستوي واللبن بيغلي. بس بيعمل ايه بقى، هياخد الوش. اول ما ياخد الوش اللي احنا عايزينه بنعمل ايه، بنروح طافيين الشوايه
ونشغل الفرن ايه من تحت على نار هاديه، ونسيبه لحد ما يستوي. تاكلي احلى رز معمر ويعمل معاكي احلى واجمل وش. بصوا يا ولاد، انا فضت حته سمنه، يعني خدت حته صغيره لان انا مش بحب السمنه كتير. انت بتحبي السمنه كتير مثلا، يعني زي ما انا عامله كده. انا حطيت معلقه زبده مش متسيحه طبعا، معلقه زبده ما تكونش متسيحه بس، وحطيت معلقه عسل ابيض، وحطيت حوالي نص كوبايه من السكر. تمام. حطيت معلقتين زبيب، حطيت معلقتين جوز الهند، حطيت ايه قطعه السمنه، وقلبت ده كله مع بعضه، وحطيت عليها، نزلت عليها باللبن. اللبن قد ايه بقى على الصينيه اللي انا عملتها دي كده النهارده؟ انا عملت ايه؟ حطيت كوبايتين من المج ده اهو، كوبايه من الرز، كوبايتين من الايه، من اللبن. انا عملتها قدامكم. طب انت بتحبيه اكتر من كده هتحطي كوبايتين ونص او 3 كوبايات بس يبقى طري معاكي. احنا عايزينه مفلفل. تمام كده يعني. يا رب يكون ايه وصلت لكم الفكره، مع ان احنا عملنا الرز المعمر مع بعض كتير يا ولاد. ها بس انا ايه غبت عليكم شويه، قلت اكيد انتوا نسيتوا افكركم. وبعدين حطيت التاتش بتاعي اللي هو الزبيب وجوز الهند. كله بقى انت حاطه زبيب وجوز الهند؟ امال اسكت يعني؟ انا مش هسكت. نعمل زبيب ونعمل جوز الهند. الجو حر جدا. ثانيه واحده جايه لكم. يلا يا ولاد، على بال ما ايه الصينيه بقى تخرج من الفرن هقول لكم ايه على المشكله. انتوا سامعيني كده؟ الرز طبعا ايه في الفرن بقى لسه شويه، اول ما يطلع من الفرن ان شاء الله هوريه لكم. بس عايزه اقول لكم بقى ايه على المشكله اللي هي الاخت اللي بعتت لنا عليها، ربنا يصلح حالها يا رب. ثانيه واحده عشان بس الصوت يبقى عالي، عشان ايه السماعات عندي باظت، عايزه اجيب سماعات يا ولاد. بصوا يا حبايب قلبي، في اخت من اخواتنا اللي هي ايه متابعه معانا، قالت لي هي مدام داليا انا عندي مشكله. هي حبيبتي سنها صغير، متجوزه، عندها ولد واحد. تمام. البنت دي كانت عندها 4 بنات غيرها، ووالدها يعني ما عندهاش اخوات صبيان. وباباها كان طبعا راجل، كان موظف على قده. فطبعا انتوا عارفين ان ايه الموظف بيبقى مرتبه محدود، بس رباهم احسن تربيه. ال5 بنات يعني هم 4 وهي ال5 بتاعتهم. تمام كده. المهم فطبعا ايه باباهم رباهم احسن تربيه وعلمهم، كلهم خريجين جامعه، كلهم واخدين بكالوريوس، يعني علمهم ورباهم تربيه كويسه. تمام كده. المهم ايه، خلي بالكم من تمام دي، عشان دي تمام دي عدوى، انا اتعديت عيبت على حد فبقيت لقيت نفسي بقيت كده يا ولاد. المهم حبايبي، فطبعا بتقول لي دلوقتي انا تعبانه جدا، وانا خلاص انا قررت ان انا اتطلق، لو ما اتطلقتش انا هنتحر، وانا لقيتك اخت كبيره وارتحت لك وانا عمري ما حكيت لحد. قلت لها طب يا حبيبتي ايه، انا هقول كمان الموضوع دوت، معلش برضو ايه لبقيت اخواتنا من غير ما اقول انت مين، عشان برضو ايه تسمعي رايهم، لا تفكري اني انا بس اللي رايي كده. فانا برضو ايه هديها رايي، وانتوا كمان لازم تسمعوا رايكم يا جماعه. هي حد عزيز عليا جدا من اول ما فتحت بتتابع معايا، بس اول مره حقيقي تقول لي مشكلتها. فطبعا هي ما عندهاش مشكله، هي الموضوع كله مشكله كبيره قوي بدون مشكله والله يا جماعه. بس طبعا انا هحكي لكم برضو، مش هطول عليكم. المهم فقالت لي ايه يا داليا، احنا بابا يعني شقي علينا وتعب علينا، وكان موظف وكان بيجي يشتغل شغلانه تانية، اي حاجه بمعنى كلمه اي حاجه، لدرجه ان انا في مره من المرات كنت رايحه اكشف على ضرسي بالصدفه. احنا عارفين ان بابا في الشغل بعد الشغل بيروح شغل تاني، شغل ايه احنا ما نعرفوش. قالت لي ايه لدرجه ان بابا بعد يعني بقى رحنا بقى طبعا عشان اكشف وكده، فزميلتي قالت لي على مكان يعني كويس، زي كده مستوصف زي مسجد كده اللي بيبقى فيه دكاتره الحاجات دي يعني. المهم ايه، قالت لي فرحت عشان اكشف على ضرسي وكده عشان كان عندي مشكله. قالت لي فاتفاجئت ان والدي هو اللي بينظف المكان. طبعا ده مش عيب خالص، ده شرف ليكي يا بنتي. خلاص المهم هكمل لكم بقيه برضو الحكايه. فطبعا بتقول انا اتصدمت وجريت على بابا وحضنته وبوست ومسكت اللي في ايده وقلت له، قال لي امشي روحي، ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له انا كنت جايه عشان اكشف يا بابا. قال لها طب روحي البيت، مش عايزه اسمع منك ولا كلمه وروحي. فطبعا يعني لما شاف بنته، بس دي حاجه ما تضايقوش خالص. المهم هي البنت بتحكي لي الكلام ده، بتقول لي احنا عشنا ازاي.
ليه؟ لان كان كل اللي جاي كان رايح على تعليمي انا واخواتي، وكان بابا بيقول لي انا ما جبتش ولاد، فمش هيبقى في ده اخ في ظهركم، فانا عايز اديكوا شهاده بحيث ان انتوا يبقى ده سلاحكم، يبقى ده الحاجه اللي انتوا تسندوا عليها. لو مال بيكي الزمن، اي بنت فيكم مال بيها الزمن ما عندهاش اخ تروح له، يبقى عندها شهادتها تشتغل بيها. المهم ايه، بتقول لي ايه، بابا علمنا الحمد لله واتخرجنا الحمد لله وربنا كرمنا. بتقول لي وانا كنت اخر سنه ليا وجوزي ده جه واتقدم لي، كنت اخر سنه في الجامعه. المهم ايه، وجوزها ايه وايه اتقدم لها. بتقول لي انا مش هكدب عليكي، انا كنت معجبه بيه وكان في اعجاب من ناحيتي لان هي شافته في الجامعه بالصدفه، يعني مش هو ما كانش جامعي، ما كانش بيتعلم معاها ولا حاجه، بس كان رايح لحد، يعني بتقول لي الصدفه جمعت بينا يعني، وانا كنت معجبه بيه، وهو لما شافني راح اتقدم لوالدي وسال عليا واتقدم لوالدي، وانا بصراحه كنت ببادله نفس الشعور وانا وافقت على طول. تمام. المهم قالت لي هو اقل مني في التعليم بس دي مش فارقه معايا خالص. طب يا بنتي فين المشكله؟ قالت لي انا جايه لك في الكلام. المشكله ان انا اتجوزت، فطبعا لما جيت اتجوزت اختي كانت متجوزه قبل ما انا اتجوز ب9 شهور، والدي كان مديون، كان عليه فلوس وكان بيدفع يعني فلوس اقساط وكده علشان خاطر ايه بيسدد اللي هي الفلوس اللي هي بتاعت جواز اختي. فجيت طبعا لما جه طبعا جوزي اتقدم لي وبابا لقاني انا موافقه عليه ومبسوطه بيه، مرضيش يزعلني، وكان اصلا كان بيقول ايه، كان بيقول لي قبلها لو جالك عريس لا اصبري عليا شويه، يعني سنتين كده اقف على رجلي. تمام. المهم ايه، قالت له يا بابا انا هشتغل وهساعدك. بتقول فانا ما لحقتش اعمل حاجه، وجوزي ده اتقدم لي وكان مستعجل على الجواز لان هو كان جاهز وعنده شقه في بيت باباه. المهم ايه، وافقوا على الجواز واتجوزوا وربنا اكرمها بولد. خلاص. جوزك يا بنتي اخباره ايه؟ قالت لي جوزي زي الفل، جوزي كويس جدا، جوزي بيحبني جدا، جوزي بيتمنى لي الرضا عشان ارضى، جوزي حساس حتى معايا، حتى في الكلام ما بيحبش يجرحني بكلمه، لان انا من النوع اللي انا حساسه جدا، ولو حد ضايقني بكلمه او حد زعلني بكلمه انا بصي ممكن اعيا فيها، فهو عارف عني ده والحمد لله احنا في تفاهم ما بيننا والحياه كويسه وكل حاجه ايه ماشيه تمام. طب فين المشكله؟ قالت لي انا مشكلتي انا حماتي منغصه عليا حياتي. طب ليه يا حبيبتي؟ قالت لي منغصه عليا حياتي، حماتي جابت لي عقده نفسيه، حماتي خلتني حاسه ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، حماتي خلتني حاسه ان انا دايما صغيره وانا دايما قليله في نظر كل اللي حواليا، مصره ان هي تصغرني وتقلل مني وتهني قدام اهلها وقدام اخواتها وقدام ولادها وقدام اي حد، وفي اي مناسبه حماتي بتعمل فيا كده. ازاي؟ قالت لي بصي يا حبيبتي اللي بتعمله معايا حماتي، كل ما نقعد نتجمع في مناسبه، في فرح، في مثلا حد والد في العيله، واحده ولدت في العيله وبنحضر الصباع بتاعها، في مثلا زفاف في العيله، في خطوبه، في عزومه في رمضان، قالت لي اي حاجه من الحاجات دي كلها المهم ان احنا نكون متجمعين فيها. قالت لي حماتي لازم تسمن بدني بكلمه، لو احنا معزومين عند حد وبيحطوا الاكل تقول لها شايفه الاطباق، شايفه الاطباق، ثواني يا ولاد عشان البتاعه فصلت. تمام. المهم ايه، تقول لها بصي الاطباق، شايفه منظر الاطباق، شايفه الطقم، شايفه هي جايبه ايه، شايفه جهازها، شايفه حاجتها. بتقول لي الكلام ده، بتقول لي والله يا مدام داليا انا لو الكلام دوت بتقوله لي بيني وبينها انا ممكن استحمله واعديه، لكن لا دي بتسمع كل الموجودين وتشركهم في الكلام وتقول لهم ايه، دي داخله بطقم المونيا وداخله بطقم كده عامل زي الصاج، ما جابتش حاجه، ده لو عندها الاخر ما بنرضاش، لو عزمتنا ما بنرضاش نطلع عندها، هتاكلنا في ايه؟ ولا الكوبايات اللي جايباها، ولا الفوط اللي جايباها، ولا الملايات اللي جايباها، ليه نسوا يجهزوها جايبينها لنا كده؟ لا ده مش منظر. انا بصراحه بستعر لما حد بيجي اللي قاعدين بيقولوا لها عيب كده، يا ستي معلش يا ستي، ربنا يديهم ويرزق ابنك ويجيب لها الحلو كله ما يجراش حاجه، كفايه ان اهلها علموها وربوها. بتقول كل اللي موجودين بيردوا عليها الرد ده. طب تخيلي يا مدام داليا انا شكلي بيبقى ايه وانا قاعده في وسط الناس وهي بتتكلم كده وهما بيتكلموا عني كده. جوزي كل مره يتخانق معاها قدام الناس
ويقول لها منعول ابو الحاجه على ابو الجهاز على ابو الزفت، انا ما يهمنيش، انا يهمني مراتي، ما تتكلميش كده يا امي، عيب كده. بتقول لي قدام الناس، بتقول لي كل مره حماتي بالعكس بل بتزيد، مش حتى يعني بتتعظ ان ابنها زعق لها او شخط فيها. بتقول انا موقفي بيبقى زباله، انا ببقى مش عارفه، وفي النهايه اسمه ان هو بيزعق لامه علشان مراته، وامه مش ساكته خالص. بتقولي والله العظيم ان انا كرهت حياتي، انا في مره كنت هنتحر وهو شافني وخدني في حضنه وقعد يقول لي ويعيط ويقول لي انا اللي عملت فيكي كده، حقك عليا، انا بس مش عارف امشي اروح شقه تانية دلوقتي عشان ما يقلبوش عليا. طبعا انتوا فاهمين بقى الاهل والظروف والحاجات دي كلها. فطبعا هي يا عيني بتقولي انا مشيت رحت عند بابا، وبكلمك مين عند بابا، وبقول لك انا عايزه اتطلق، بس انا لقيت نفسي انا عايزه احكي لك كل حاجه، انا متابعاكي وبحب ادخل معاكي وبحس ان انت اختي لينا. وقلت لها حبيبتي انا ام ليكوا كمان. فالمهم يا حبيبتي حكيت لي على كل القصه دي كلها، وبتقول لي انا تتخيلوا ان هي عايزه تنفصل عن جوزها وتخرب بيتها، ومعاها معاهم ولد بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بعتت لي صورته، الله اكبر، ربنا يخليه لها ويحفظه لها يا رب. يعني تخيلوا ان وصل بالحما لدرجة ان هي ممكن تخرب على ابنها وتضر حفيدها، وما تربيش ابنها، ما يعني الولد ما ترباش بين امه وبين ابوه، تكون هي سبب انفصالهم وخراب بيتهم. طبعا انا يا جماعه بقول لكم انتوا اللي هتردوا عليها في التعليقات وهتقولوا لها رايكم في الموضوع ده ايه. هي كل مشكلتها ان حماتها دايما بتعريها قدام الكل وبتفضحها، انا ما بعتبرهاش كده خالص، انا لسه ما قلتش رايي، بس انا بحكي لكم الموضوع. ودايما تقول لها بص انا جايبه لبناتي ايه، بتقول كل فتره كده تنده عليا وتقول لي انزلي اقفي معايا عشان انفض الشقه وعشان ننضف ونعمل، تطلع جهاز بنتها وتنظف الحاجه وتلمع وتنفض التراب من عليهم وتحطهم في الشنط تاني، وتقول لها شايفه احنا جايبين ايه، ده بكذا، شايفه ده بكذا، احنا جايبين ده بكذا، انت فين من ده كله، فين اهلك من ده كله يا اختي، هو اهلك علموكي ما كانوش عارفين يجهزوكي زي ما علموكي، ولا جايبينك كده بالمنظر ده. بتقول والله بتجرحني جرح مش طبيعي، لدرجه ان انا سالتها قلت لها معلش انا هسالك سؤال وتردي عليا بصراحه. قالت لي هي عندها بنات، قالت لي عندها بنات، قلت لها متجوزين، قالت لي متجوزين. طب ظروفهم ايه، قالت لي كويسين، ظروفهم كويسه وربنا مديهم وحلوين وكل حاجه، احيانا دي بتزعل مع جوزها او دي بتزعل مع جوزها بتيجي زعلانه شويه وبترجع بيتها تاني، بس كويسين. قلت لها طب مستوى الجمال بينك وبينهم، قالت لي لا انا اجمل منهم بكتير. فقلت لها طب بصي يا حبيبتي يمكن الحته دي هي غيرانه منها شويه، حاسه ان انت احلى من بناتها، ممكن يكون ده بيبقى عامل نفسي بقى، في ناس بتبقى معلش نفسها بتبقى ضعيفه، فالتمس لها العذر. قالت لي مش حكايه التمس لها العذر، انا التمست لها العذر كتير، بس طبعا انا بقول اي كلام عشان اهديها. بس بصراحه ربنا يعني هو الضغط دوت مش حلو خالص، وانا مش عارفه الحما بتعمل كده ازاي. انا نفسي انتوا تقولوا كلكم، تقولوا يا جماعه بالله عليكم تكتبوا كده في التعليقات كده تقولوا رايكم، وانا هخليها تدخل على الفيديو وتشوف كل تعليقاتكم. تمام. المهم ايه طبعا فبتقول لي انا خلاص انا جوزي جه امبارح وقلت له اخر كلام بقى، يقول لي طب انا ماليش خاطر عندك، قالت له لا مالكش خاطر عندي، انا اتدمرت نفسيا وانا مش هقدر ارجع لك تاني. فسابها ومشي، وهو ماشي قال لها هروح اولع فيهم كلهم وهموت لك امي عشان ترتاحي، عشان امي سبب خراب بيتي. بتقول ونهار، ولدرجه ان والدي قعد يطبطب عليه وقال له يا ابني اهدى سيبها بس شويه لحد ما الامور تهدى والكلام ده كله. فقالت له لا اهانه ابويا واهانتي دي مش سهله وانا مش هرجع لك تاني. فخد بعضه ومشي. هي ديت المشكله بتاعتها. متخيلين يعني متخيلين عشان في ستات لما الناس تتكلم عن الحموات بتزعل، طب ما احنا ستات زيكم اهوت وعندنا اولادنا وكل حاجه، ربنا يخلي، فاحنا في نفس برضه هنبقى في نفس الحتت بتاعتكم. طب ليه يا امي تعملي كده؟ ليه بتعايرها بايه؟ ده انا هقول رايي بقى اهو، اسمعوا رايي انا بقوله معاكم، بس رايكم انتوا هتكتبوه لها. تمام. انا والله بقى ما اعرفش هي مش طبعا اكيد هي مش هتشوف الفيديو لان لسه يبقى همنتجه وهنزله ماشي، بس انا هقول رايي معاكم يا ولاد. بس ابص على الرز المعمر بس ثانيه واحده.
طبعا انا بالنسبه لي انا رايي ان حماتك معلش، مع احترامي لكل الحموات، كانك مش شايفاها يا حبيبتي، وتبقي انسانه غبيه جدا لو اتخليتي عن جوزك وهديتي حياتك وهديتي بيتك علشان ست، معلش انا اسفه، عديمه المسؤوليه. عديمه المسؤوليه. الست دي لو عندها مسؤوليه ما كانتش تعمل كده ولا توصلك لكده ابدا، ولا تحاول ان هي تخرب بيت ابنها تحت اي بند. غيرانه، مش مفيش حاجه اسمها غيرانه، احنا بس بنقول عشان نهديكي حبيبه قلبي. لكن انا بصراحه ربنا، انا رايي انا كداليا، لا لا، انت غلطانه. انت غلطانه اصلا ان انت سبتي بيتك وخرجت منه ولو لحظه واحده. انت غلطانه اصلا علشان خاطر ان انت تجرحي جوزك اللي هو شايلك في عينيه. ده شهادتك انت وكلامك انت، ان انت تفرحيها فيكي وتسيبي بيتك وتمشي، لان واضح ان ده هيبسطها، فانت بتعملي اللي يبسطها. هتقولي لي بتضغط عليا وعلى اعصابي؟ لا يا حبيبه قلبي، ما تضغطش عليكي ولا اي حاجه. اولا اللي والدك عمله ده شرف ليكي، شرف ليكي، علمك وكبرك وجهزك باللي يقدر عليه. والدك لا راجل حرامي، ولا راجل افاق، ولا راجل بيجيب فلوسه عن طريق غير مشروع، ولا الكلام ده كله. علشان ساعتها كنت توطي راسك وتقولي حتى لو كان جايب لك قصر ذهب، معلش يعني، لو كان جايب لك قصر ذهب ولا ليه قيمه، ولا ليه قيمه قصاد ان انت بنت راجل مش محترم. لكن كون ان والدك راجل محترم وبيتقي الله وربكي احسن تربيه وعلمك احسن تعليم لحد ما وصلك لحد بيت جوزك، ايا كان الجهاز اللي ربنا قدره عليه جابه وعمله، ده شرف ليكي وسام تحطيه على صدرك وعلى دماغك طول حياتك. ها، وواحده زي دي المفروض ان انت يعني انا شايفاكي كده، انت معلش مش عجباني، انت مش عجباني. انا الكلام ده قلته لك بس هقوله لك تاني، وانا عايزه كل الموجودين يقولوا رايهم في ايه، في ردي انا عليكي. يا حبيبه قلبي، انت مش عجباني. عارفه ليه؟ الست اللي زي دي انا لو مكانك ده انا هقف قصادها وهقول لها فقر ابويا شرف ليا، فقر ابويا ده شرف ليا. ابويا جاب الحاجات الامكانيات اللي يقدر عليها بما يرضي الله ومن الحلال. انا ماليش دعوه انت جبتي لبناتك ايه ولا ما جبتيش لبناتك ايه، مش مشكلتي. ومع العلم يا جماعه بتقول ان هي بسم الله ما شاء الله عندها 6 صبيان وكلهم يعني بيدوا لامهم وابوهم مصاريف شهريه. انت عندك بسم الله ما شاء الله يعني غير مرتب جوزك ولادك بيجوا يدوكي، دي حاجه بتاعتك ودي ارزاق بتاعت ربنا، كل واحد بياخد رزقه. بس ما تعمميش وتشرطي ان احنا نجيب ايه وما نجيبش ايه. انا ما جبتش حاجه خالص، انا جايه بالجلابيه اللي عليا، جوزي راضي وانا راضيه والحمد لله. ما يخصكيش بقى تدخليش في حياتنا، ما تتدخليش في حياتنا. وانا عشان خاطر عيون جوزي انا لا شايفاكي ولا سامعاكي، هو ده اللي انا اقدر اقوله لك. ولا كأن لا تقولي لي بتضغط على اعصابك، ولا يعني احنا دلوقتي لو قاعدين مجتمعين كلنا وواحده قالت الكلام ده هنحترم مين يا حبيبتي؟ انت بتقولي بتهني وبتحرجني وبتكسفني وبتقلل مني. مين اللي قالك ان ده بيقلل منك؟ بالعكس، اقسم بالله العظيم انت كبرتي في نظري لما حكيتي لي. انت لما قلتي الكلام ده اقسم لك بالله انا شايفاكي ان انت حاجه كبيره جدا، وبقسم لك عشان تصدقيني. وحماتك الست الكبيره اللي عقلها صغير انا شايفاها قد كده، لان الفقر ده بتاع ربنا والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وعيب قوي 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 ولاد الاصول عمرهم ما بيتكلموا في الحاجات دي. ده بالعكس، انا لما ربنا يكرم ابني ان شاء الله كده ويتجوز، انا لو مراته جايه لي بحاجات زي كده اقسم بالله لا انا اجيب لها اللي نفسها فيه كله واشيلها في عينيا الاثنين. ليه؟ هحمد ربنا ليل نهار على اخلاقها، على تربيتها، على ان هي مريحه ابني، وابني يعني ارتضى بيها وهي ارتضت بيه، وحياتهم الحمد لله ما فيهاش مشاكل ولا حاجه وهم متفاهمين مع بعض. دي في حد ذاتها اسجد لله شكر عليها، اسجد لله شكر عليها ان ابني الحمد لله مستقر في حياته ومخلف ولد ربنا كرمه بيه، وربنا يديهم كمان ان شاء الله. واللي هي عايزاه انا ده انا عينيا ليها، انا ابص بعيني كده اشوف مرات ابني ناقصها ايه انا اجيبه لها، انا اجيبه لها. انت بتعرفيش ان النهارده في يعني ستات كتيره جدا حزينه وشايله الطين على دماغها بسبب ان ابنها مراته وحشه جدا ومطلعه عينه ومرمطه ومبهدله وعايزه فلوس كتير تصرف وعايزه تعمل وعايزه تخرج وعايزه تروح وعايزه تيجي وهتخرب البيت وكاتب لها قايمه بقد كده. كنت انت عايزه مرات ابن زي دي عشان تشيلي الطين على دماغك، كنت ساعتها هتسكتي وتحطي لسانك في بقك وكنت هتسكتي. لكن دي عشان بنت ناس
محترمه، ابوها رباها، واضح ان هي متربيه جدا، ده واضح كمان من اخلاق ابوها، كمان من اخلاق الراجل اللي هو رباها. يا حاجه اتقي الله، اتقي الله يجعل لك مخرجا، حرام عليكي. ده احنا لما نيجي ندعي دعوه حلوه بنقول يا رب اللهم احشرنا مع الفقراء والمساكين. انت بتعايري مين بايه وبتعملي ايه وبتقولي ايه؟ وليه بتقلي من مرات ابنك ليه؟ عشان ايه؟ كنت عايزه ابوها يسرق ويجيب لك؟ كنت عايزه ابوها يروح يتاجر في حاجات غلط عشان يجيب لك؟ براحتك، مش عاجبك انت حره. هي وابنك نايمين على البلاط ما يخصكيش، مالكيش دعوه، سيبيهم يعيشوا. اتقي الله، اتقي الله، ما تطلعيش عقدك عليهم. وانا بقول كده، واللي تزعل مني تزعل براحتها، معلش انا اسفه، انا اسفه. الست العاقله المحترمه اللي تخاف على حياه ابنها، بصي احطها فوق راسي، فوق راسي. لكن لما تبقى ست بالشكل ده وتذل عيله زي دي وتكسر نفسها، اتقي الله يا شيخ، حرام عليكي. اتقي الله يا شيخه، حرام عليكي. اتقي الله يجعل لك مخرجا، حرام عليكي. شوفي كم مره كسرتي نفسها، شوفي كم مره نيمتيها على المخده معيطه. شوفي ده عند الله يسوى ايه. بتستهيني بكل اللي الراجل عمله طول حياته عشان يربي 5 بنات ويخليهم كلهم جامعيين. انت عملتي ايه في حياتك؟ انت عملتي ايه في حياتك؟ وانت حتى لو عندك وربنا مديك، انت اللي رزقتي نفسك، ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا اداله رزقه في بناته المحترمين، ربنا اداله رزقه. بصي كل واحد فينا واخد الرزق واخد حق 24 قيراط. هو ربنا كافئه في بناته ان هم محترمين ومؤدبين ومتربيين ومتعلمين ووصلهم لبيوتهم، ده دول هيدخلوك جنه. يا حاجه انت مش فاهمه حاجه، يا حاجه انت حكايتك على الله ومش فاهمه حاجه. ويا ريتك تشوفيني ويا ريت تسمعيني، والله العظيم يا ريت تشوفيني ويا ريت تسمعيني. وهي قالت لي قولي رايك بمنتهى الصراحه، عشان انا هفرجهم كلهم على الكلام ده. فعشان كده انا بكلمك وبقول لك حرام عليكي، اتقي الله يجعل لك مخرج، وسيبي ابنك يعيش ويربي ابنه. سيبي ابنك يعيش. مرات ابنك قبل كده كانت هتموت نفسها وجوزها لحقها. لو كانت البنت دي فعلا عملت كده وجوزها ما لحقهاش، تقدري تقولي لي انت كنت هتقولي ربنا ايه؟ تقدري تقولي لي؟ ثانيه واحده اروح افتح الباب واجيلكوا، ثواني. هي نزلت هفتح البيت. فطبعا ايه ده كان رايي انا بصراحه، وقلت رايي بصراحه. وعايزه اقول برضو ولا يشغلك يا حبيبتي صاحبه المشكله دي، وعايزه اقول لك ولا يشغلك خالص خالص. ده انا عايزاكي تبقي فخوره لما تتكلم بالطريقه دي. بصي لها كده وقولي لها ربنا يهديكي يا حاجه، او والله، او يا حماتي، او يا نينا، او يا طنط. شوفي انت تقولي لها ايه. قولي لها ربنا يهديكي، ربنا يهديكي يا ستي، ربنا يعلينا ويوطي انفسنا. فاخر كلامي هقوله لك في الموضوع ده، اتقي الله. وانتوا يا جماعه كلكم دي انتوا سمعتوا الموضوع وسمعتوا المشكله، وعايزه اقول لكم ان انا قصرت كمان. ده هي يعني فضفضت جامد، فانا قصرت، ما حبيتش برضو احكي كل حاجه، فاهميني؟ بس هي كله ينصب عندها في المشكله دي. اما بالنسبه طب انت وجوزك يا بنتي، قالت لي انا وجوزي الحمد لله، انا وجوزي الحمد لله، والله عمرنا ما حد سمع لنا صوت ولا اختلفنا. بتقولي ولا اختلفنا، هو بيتمنى لي الرضا ارضى، انا بتمنى له الرضا عشان يرضى. بتقولي احنا كويسين لاني بتقولي انا ربنا كرمني بيه ان هو اخلاق. بتقولي انت لو شفتي جوزي ما تقوليش ان ده ابنها، ولا دي اللي ربته، ولا دي اللي خلفته خالص، من حسن ادبه وحسن اخلاقه. بتقولي كويس جدا، حتى كان الاول ما كان مهما تتكلم ما كانش بيقدر يرجعها او يقول لها لا ما تتكلميش كده يا امي ولا حاجه. بدا ان هو دلوقتي بتقولي بدا يفتح عينه ويبجح فيها ويقول لها ايه، لا انا مش هسمح لك تخربي بيتي وتخربي حياتي، انت عايزه ايه، انت مالك، انا اشتكيت لك، الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. انا عايزاكم بقى تقولي رايكم في الموضوع دوت، تكتبوه في التعليقات يا جماعه عشان هي تعليقاتكم، وهطلع لكم الرز بقى ايه نشوفه مع بعض. طولت عليكم الفيديو النهارده معلش، يلا عشان هنفتح فيديو لايف بالليل ان شاء الله، بس على اليوتيوب يا ولاد. هننتج لكم الفيديو دلوقتي حالا وهنزله لكم، وهنزل لكم على الحاله قبلها بنص ساعه ان احنا هنفتح لايف عشان ما تزعلوش مني. خلاص يا حبايبي، يلا نروح نبص بقى على صينيه الرز المعمر كده ونشوفها، واقول لكم بقى ان شاء الله اشوفكم بالليل. يلا ثانيه واحده. لا ما شاء الله، شايفين الجمال يا ولاد؟ شايفين؟ هاتي لي ايه الكاميرا كده، قربي الكاميرا كده شويه، وريهم الرز.
ايه، بصي احلى صينيه رز معمر بقى بسبوسه. بصي جربي بقى، بصي بسبوسه، شايفه الجمال؟ شايفه صينيه الرز؟ بس البتاع هيسيح. عليه افضل الصلاه والسلام. والطعم بقى ايه، بصي احلى صينيه رز معمر هتعمليها في 5 دقايق. بصي انا عايزه القطاعيه ايه، عايزه اقطع لكم حته صغيره اوريها لكم صغيره. واخدي طبق من عندك. بس يا ولاد ادي كل الحكايه وادي كل الموضوع. ويا ريت بالله عليكم تقولوا لها اوعي تعملي كده واثبتي واوعي تفرحي حد فيكي ابدا يا حبيبه قلبي، ما تفرحهاش فيكي ابدا ابدا. حتى رغم انت قلتي هي هتشوف وهتسمع الكلام ده، لان هي قالت لي انا في بنت من بناتها قريبه مني، فانا هوريها الفيديو عشان توريه لمامتها، فاهميني؟ فيا بصي انا بقول لك اهو، اثبتي اثبتي، واوعي حد يهزك ولا يهز شخصيتك ولا يهز ثقتك بنفسك ابدا. انت انسانه، يعني انا بقول ربنا يرزقني ان شاء الله، يرزق ولادي كده ببنوته كده زي كده حبيبتي، تتقي الله في ابني ده، دي بالدنيا كلها وما عليها. استني يا ولاد بقى هوريكم الرز بقى، يلا عشان ايه هقفل معاكم، كفايه عليكم كده وجعت دماغكم النهارده. سخن طبعا مولع. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم ايديا، تسلم ايديا اهو. بصوا، مش انا قلت لكم ابسطي نفسك بنفسك اهو، تسلم ايديا، مش هستنى ما حد يقول تسلم ايديا وعينيا. بصي الجمال، واو. بصي 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 شكل الزبيب، بصي شايفه الزبيب؟ بصي شايفه الرز عامل ازاي؟ بسبوسه يا قلبي مش. بصي بصي الجمال، استني ما اوريكي. بصي بصي الزبيب عامل ازاي في وسط الرز. بصي الجمال، ما تقوليش رز معمر، قولي بسبوسه. بصي اهو، مكان ما قطعنا اهو كمان. بصي الجمال، شايفه الجمال اهو. يلا اعملوا الرز المعمر ده بنفس الطريقه دي، هتعملوا احلى رز معمر وتقولي يا داليا احنا عملنا الرز المعمر اللي ايه بطريقتك. ماشي يا ولاد، استنوا يا ولاد اما ادوق، استنوا استنوا يا ولاد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اقفل معاكم عشان اروح ايه يعني. بصي امسك الطبق بقى افترس بيه، والله العظيم طعمه تحفه. بقولك كانك بتاكلي بسبوسه. رز معمر كده، بصي اللي هو ايه، اوريجينال ستايل موديل 2000 كام 2025 بالزبيب وجوز الهند والتاتش بتاعي. تاكلوه بقى وتعملوه وتقولوا لي ايه رايكم. يلا يا حبايبي اسيبكم على خير ان شاء الله، اشوفكم على خير ان شاء الله بكره ان شاء الله بالليل نفتح لايف ايه على اليوتيوب. يلا سلام عليكم.